يا رب تكونوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة. سبق وعملنا مع بعض العيش الكايزر بعجينة ممتازة. خلونا بقى نعمل العيش الفينو بنفس العجينة لكن بمقادير وطريقة مختلفة. عارفين بقى العيش الفينو اللي بتشتروه من بره اللي بيبقى خفيف ومفرغ كده ومسكر شوية؟ اهو ده اللي هنعمله مع بعض النهاردة. تابعوا معايا الفيديو والطريقة وخلينا نبدأ على طول. في الطبق عندي 4 أكواب من الدقيق، هحط عليهم معلقة صغيرة من الملح وهنقلبهم مع بعض كويس. وكمان عندي 4 معالق كبار من السكر، معلقة كبيرة مليانة من الخميرة، 3 معالق كبار من الزبدة أو الزيت، وهحط عليهم معلقة كبيرة من الخل، وتقدروا تضاعفوا الكمية لو حابين تعملوا كمية أزيد. وعندي كمان 1.5 كوباية من الحليب أو 1.5 كوباية من المية الدافية، وهنقلبهم مع بعض لحد ما يختلطوا، وبعدين نضيف الدقيق. وهنقلب الدقيق بالمعلقة مع السوائل لحد ما كمية الدقيق اللي معايا تتشرب السوائل. الدقيق اتشرب السوائل وبقى معانا قطعة واحدة بالشكل ده كده. بناخد بقى قطعة العجين ونحطها على السطح ونبدأ نعجن فيها مدة ما تقلش عن 10 دقايق متواصلين. العجينة في الأول بتبدأ تلزق في ايديكوا بالشكل ده كده، وبتبقى صعبة في التحكم فيها. اما بتعجنوا شوية كده حلوين بتبدأ بقى تبقى العجينة طرية وناعمة من بره وبتلزق حاجة بسيطة، لكن مش زي ما كانت بتلزق في الأول. كل ما كانت العجينة معاكوا طرية وناعمة كده كل ما كانت هتديكوا نتيجة أفضل. لو العجينة ناشفة معاكوا ومش طرية في ايدينا كده واحنا بنعجنها، نتأكد بقى ان العيش هيطلع معانا مش هش كده وطري. لازم العجينة تكون بتلزق في الايد وطرية علشان تدينا نتيجة ممتازة. بنبدأ بقى نلفها زي الكرة بالشكل ده كده، ونحطها في طبق مدهون دهنة بسيطة من الزيت، وهندهن برضو وشها بالزيت، ونغطي عليها ونسيبها تخمر من ساعة لساعة الا ربع. بندفي الفرن حاجة بسيطة ونحطها فيه لحد ما يتضاعف حجمها. وبعد ما عدى ساعة الا ربع ما شاء الله العجينة كانت خمرانة وبالشكل ده كده. بنبدأ بقى نخرج الهواء بالطريقة دي كده. بنرش بقى رشة دقيق كده مناسبة على السطح اللي شغالين عليه، وبناخد العجينة نلفها على شكل رول علشان نبدأ نقسمها قطع بحجم العيش اللي احنا عايزينه. وبنحاول على قد ما نقدر ان حجم العيش كله يبقى مقاس واحد. انا قطعت كل كورة صغيرة بحجم كده برضو 2 بيضة. وبناخد بقى كل قطعة من العجين وبنبدأ نكورها بالطريقة دي كده، وبنخلص الكمية كلها بنفس الطريقة، وبنغطي عليهم ونسيبهم يخمروا كمان 10 دقايق. وبعد ما يعدي عليهم 10 دقايق بناخد أول قطعة كورناها في الأول خالص وبنحطها على أو بنقلبها على السطح الناعم، وبنبدأ نفردها كده بإيدينا حاجة بسيطة، وبعدين بنستخدم النشابة ونفرد العجين، وبنبدأ بقى نلفها رول بالطريقة دي كده. وأول لفة بنضغط عليها ونقفلها كويس جدا، وبعد لما بنلفها على شكل رول بنقفلها كمان كويس جدا من بره. العجينة لسه هتخمر تاني، ولو ما تقفلتش من بره كويس جدا هتفتح معاكوا وقت التخمير. وبناخد كمان الطرف من هنا وهنا ونقفلهم كمان كويس جدا. علشان بقى نساوي العيش ويبقى شكله بيلمع ومتناسق بنلف العجينة 2-3 كده على السطح، وبيبقى العيش معانا بالشكل ده كده. بناخده بقى ونحطه على صينية مدهونة دهنة من الزيت البسيط او محطوط عليها ورقة من الزبدة. للتأكيد برضو هعمل معاكم قطعة تانية. بنبدأ نفرد العجينة الأول بإيدينا وبعدين بنستخدم النشابة. العجينة معايا طرية قوي وبتتفرد معايا بكل سهولة. بنلف بقى اول لفة من العجين ونضغط عليها بحيث ان هي تتقفل كويس، وبنكمل لفة عادي خالص. وبنقفل العجينة من بره كويس جدا ومن الاطراف كمان، وبنديها كده 2-3 على السطح ونحطها في الصينية. بنخلص بقى الكمية كلها بالطريقة دي كده، وبنغطي عليهم ونسيبهم من ساعة لساعة الا ربع كمان يخمروا. علشان ندهن وش العيش بعد التخمير هنحتاج صفار بيضة عليها 1/4 كوباية من المية وكيس من الفانيليا، وهنضربهم كويس جدا مع بعض،
وبعدين ندهن بيهم وش العيش بالطريقة دي كده. للتسوية لازم يكون الفرن متسخن قبلها ب10 دقايق ولا حاجة على 190. هنحط العيش على الرف الوسطاني، وفي نص السوا بنفتح الفرن وندير الصواني علشان العيش ياخد لون موحد من تحت ومن فوق. وممكن كمان ما تحتاجوش تفتحوا الشواية علشان ياخد اللون الحلو ده. واول ما بنخرج العيش من الفرن بنرشه ببخاخ مية وهو سخن، وبعدين بنغطي عليه بفوطة علشان يطرى اكتر. اظن بقى من غير ما اتكلم المنظر بالشكل واضح، والرغيف ما شاء الله كده يملى العين وقد كف الايد وحاجة كده محترمة. شايفين الرغيف ما شاء الله قد ايه، وكمان هش ورطب وخفيف جدا. اكيد النتيجة واضحة قدامكم من غير ما اتكلم كتير. تحسوه كرواسون مش فينو خالص. العجينة طرية طراوة ومفرغة كده وشكلها حلو قوي، وطعمها كمان مسكر. كفاية الريحة والخير اللي بيملى البيت بجد. يعني ال4 أكواب من الدقيق عملوا لي 13 رغيف بالحجم ده. بنستخدمه بقى في سندوتشات للولاد في المدرسة، او بنعمل بيه سندوتشات الشاورما او سندوتشات الكبدة الخطيرة بتاعتنا. المهم استخدموه زي ما تحبوا، او ممكن كمان تاكلوه حاف كده هيبقى تحفة. اتمنى بقى تجربوا الوصفة النهاردة وتقولوا لي رأيكم، ولو عجبكم الفيديو ادعموني بلايك وشير، واشوفكم على خير. مع السلامة يا حلوين.